أسباب البراءة في الرشوة؟ أسباب البراءة في قضايا الرشوة كثير، منها زي ما قلنا وتفضلنا في هذه المسألة أنه إذا كانت النيابة أسندت الأمر إلى المتهمين على اعتبار أنهم مكلفين بخدمة عامة، فلا بد أن نقف على من أصدر هذا التكليف وممن صدر هذا التكليف، وهل هذا الذي أصدر التكليف يملكه قانونا وفقا للقانون أم لا. من الأسباب انتفاء القصد الجنائي، انتفاء النية نفسها. احنا قلنا أنه هو حتى في تقاضي الأموال أنه لا بد وأن تتوافر النية لدى الموظف العام في شأن هذا الأمر، أن هو يتكسب بطريق غير مشروع أو أن يتاجر بوظيفته العمومية أو أن يقوم بأداء عمل من أعمال وظيفته. أمور كثيرة تتمحور حول البراءة في شأن الأركان وفي شأن الأطراف، لكن أهم هذه الأمور هو إذا كان هذا الموظف أو إذا كان هذا الفاعل في شأن جريمة الرشوة هل هو يتمتع بالوظيفة العمومية أم لا؟ هل هو من أرباب الوظيفة العمومية أو لا؟ لأن أنا لو ما عنديش وظيفة عمومية وما عنديش موظف عام، أنا ما عنديش رشوة، ما عنديش الفاعل في هذه الجريمة مش موظف عام، يبقى أنا يستحيل أن نقول على هذا الفعل لربما هو جريمة الرشوة، لكن ربما يندرج هذا الفعل تحت أمور أخرى، استغلال نفوذ، تربح، أيا ما كان الأمر. لكن إذا ما كان هناك جريمة رشوة فلا بد وأن يكون لدينا موظفا عام.